وسع لي بس عشان انا هطلع عشان خاطر رئيس مستنيني فوق. الرئيس مفيش حد هنا اسمه رئيس ولا غير يا عم ما اسمه رئيس هنا. ما انت منزل ايدك من فوق بتكلم معاك. طب لو سمحت. ما انا بص اسمع بقى. لو سمحت مفيش رئيس هنا. لا رئيس فوق وهو عائله تعالى. يا عم مفيش رئيس هنا. يا عم هو عائله تعالى لي وهو من سلام وبركاته وهو اصلا عائله تعالى وانا هطلع له عشان الاوضه كلها. مفيش حد هنا عايز تطلع لمين؟ يا عم بقول لك الرئيس فوق مثلا عشان ايه ما تقفلنيش عليك. انت اقرا اصلا اعمل معاك اللي انا عايزه. وانت شعرك طويل وشعري بينزل على العمايه. ماشي يا عم بص لنفسك الاول. يا عم ماشي بعرض النبي عشان خاطر رئيس بقى مزنيني والاوضه كلها اصلا رطوبه وقرف وانتوا انتوا مش مهتمين غير بالوش بس عاملين من هنا لما جوه تعرف. وسع لي بقى. طب لو سمحت بقى اتكل على الله وما تزودش الكلام. طب ما تنزل ايدك جنبك. يلا بقى يا عم انت راجل كبير ما تخلينيش. هتعمل ايه لو انا كبير ولا صغير؟ والمصحف على لك شعرك. يوه ما اوعى يا عم. انا بس ماشي يا عم الراجل ده بيستغلني وبقول لي سفر رئيس مش هنا وسفر رئيس هنا وبيتعالج هنا انا عارف. سفر رئيس محمد حسني مبارك. محمد حسني مبارك الرئيس المخلوع هيجي هنا؟ ما القرص مخلوعه دي. سفر رئيس بيتعالج هنا وطلع سلام ورحمه وبركاته. بيتعالج هنا والتأمين الصحي مش هو كان موظف. التأمين الصحي بتاعه على التأمين الصحي بتاعه على المستشفى دي. هو بيتعالج في المستشفى بتاعت هو بس شكلها من بره نظيف انما من جوه كل حاجه خربانه والحيطان من ناسعه رطوبه وده غلط. هتجيب له دوايب. ما تكافش هي الحيطان كويسه ومدهونه كويس. لا مش مدهونه مش مدهونه. هو مش هنا. لا هو اللي كان بيتعالج بره هيجي يتعالج هنا. انت فاهمين يعني ايه يتعالج بره ولا عارفين هو طلع يتعالج بره ليه؟ فهمني. مع سفر رئيس طلع يتعالج بره عشان خاطر حاجه واحده. لما جه المستشفى دي عشان يتعالج قالوا له هو ايه؟ كل الدكاتره سابوا العيانين وقعدوا تحت رجليه اي حاجه عايزها فالناس بدات هتتعب وتموت العيانين. قال لك لا انا اطلع اتعالج بره ماشي ومش مهم انا حتى لو مت. المهم هو شوف بقى هنا قال لك ايه؟ قال لك المهم مش مهم انا حتى لو مت المهم الشعب هو اللي يعيش ماشي وساب لهم المستشفى وخرج يتعالج بره. طب الرئيس مش هنا. الرئيس في المركز الطبي على طريق الاسماعيليه. استغني الرئيس هنا طول عمره لا بيروح اسماعيليه ولا بيروح مقاولين عرب ولا حتى اتحاد السكندري. الرئيس ما انت بتضحك على ايه؟ الرئيس مش هنا والله. لا الرئيس هنا. الرئيس هنا ودي مش اول مره انا اجيله. انا جيت رابع مره اجي. قعدت انا في مره عورت نفسي في دماغي منوره هنا كده عشان اخش. قال لك لا فوقت على التذكره الاول. قلت له يا عم مش معايا فلوس والدم بيخلص. قال لي لا ما ينفعش لازم تدفع الفلوس وانت داخل. قلت له ماشي على جوري وبعد كده انا اشتغل بيهم. قال لك لا يقول الله يستره. طب وعملت ايه؟ ما هقول لك الله يستره كان في هنا اجزخانه ماشي الدكتور هناك عملها لي ببلاش مش خد مني فلوس ماشي. وبعدين بصوا بقى من الاخر ومع الاخر ماشي. انت مين؟ انا دكتور. انا يعني ماشي يعني اعمل لك ايه؟ يعني هو انت دكتور هنا. انت دكتور هنا. انت من الجماعه اللي هم ضربوهم صح؟ ضربهم على اللي عملوا اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ على ما تذاكر هم كانوا اسمه اضراب. لما ضربوا في بعض صح؟ ما انت متاكد ما انت بتكسبوا على قلبكم قد كده. احنا بنكسب على قلبنا قد كده؟ يعني انت لو مش معاك فلوس كنت جبت البلطو ده منين؟ يعني وده اي حد بيشتريه. لازم اجيب البلطو. انت اصلا بتقبضوا 300 جنيه في الشهر عشان اهبوا. طب هم دول يعملوا ايه بس يا اسطى؟ ما بص في حاجه بقى يا اما تبقى دكتور وتاخد 300 جنيه يا اما اطلع اشتغل اي شغلانه ثانيه واتجوز بقى عشان تقعد تقول لي مش عارف اتجوز ومش عارف اجيب شقه والبنت مش عارف. يا عم ما يشتغلوناش بقى. طب يا اسطى مش يصعب عليك حال الدكاتره دي بدل ما صعبان عليك؟ لا ما مش عارف عليها حد. وبعد من الاخر كده عشان ايه؟ عشان ننجز عشان انا اتخنقت منك ماشي. حاجه واحده لا اما تدخلني لا اما مصحف اعمل فوق زي ما عملنا في المستشفى عندنا. عملتوا ايه في المستشفى عندكم؟ ايوه الواد ابن زكريا ماشي اتغذى في بطنه ماشي. اخوه بقى زكريا الكبير خد الواد على كتفه وراح بيه المستشفى بسرعه. ففي المستشفى قالوا له ايه بقى؟ قالوا له لا مش هينفع يجي عندنا عشان خاطر ما فيش سرير. ما قال لهم طب ماشي خليه عندكم ثواني واشتغلوا انتوا بتدوا شغل فيه عقبال ما انا اروح اجيب له فرس ينام عليها ماشي. قالوا له لا. طب ما هتلاقي مفيش سرير فعلا. ما يا عم هو راح يتجوز ما هو عايز يتخيط عشان الهوا. طب يعني مفيش تمريض. مفيش سرير معناها مفيش تمريض. مفيش تمريض يجيب امه ماشي تقعد جنبه وتخدمه. امه اصلا صعبة تواجب مع كل الناس مش هتعمل واجب مع ابنها. يا ريس ده حتى الخيط والابره اللي بنخيط بيهم الجرح مش لاقيينهم. انت مالك فرحان وانت مش لاقي الخيط والابره كده ليه؟ ما انت عندك شريك وبعدين الخيط والابره خلص تقوم عامل ايه؟ اعمل ايه؟ ماشي لو انت بتفكر تقوم واخد بعضيك وطلع على بتاع الكرف والعراوي ده تجيب منه قول له هات بقرتين واحد اسود وواحد ابيض ماشي والابر ماشي. الدكاتره كده ليه؟ الدكاتره دول بس بيقعدوا يدرسوا 7 سنين وبعد ال7 سنين بيطلع ياخد له كمان 3 سنين
عشان يحضر الرساله اللي بيدفع له فيها بتاع 6000 جنيه. يا عم ما تخلصش يسيطروا عليك بقى. انا سارق قلم 6000 جنيه. ده انت تمسك الموبايل كده تقوم مدايس ماشي تبعت الرساله ب 30 قرش في ثواني. بقول لك هو النبي بص انا هقول لك حاجه يا عم انا مش عايز اطلع له خلاص انا هاخد بعضي وامشي. ماشي هاخد البلاستيك بتاعي ماشي. هو استاذ علاء جه اهو ابنه اهو.